السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله كتير جدا جدا. حقكم عليا، بقالي كتير مش بنزل فيديوهات بس مشغولين قوي. دعواتكم النهارده اول يوم امتحان للثانويه. ربنا يكبر خاطرنا فيهم يا رب ويصلح احوالهم كلهم، اللهم امين. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا للاسف ما كنتش هصور الاكله دي، بس صورت بعد، يعني قررت بعد ما عملت التتبيله. فانا هقول لكم التتبيله بتاعه السمك الجميل بتاعنا النهارده. وانا كنت عاملاها معاكم قبل كده. انا معايا كيلو من السمك الفيليه، ومعايا نص كيلو من السمك المكرونه. الفيليه ده كان ب120، والمكرونه كان ب80، يعني النص ب40 جنيه. فانا حبيت ان انا اعمل السمك بتاعنا النهارده، بس ايه، مش الاكله التقليديه اللي هي طبق السلطه، سلطه الطماطم او السلطه الخضراء والرز الصياديه. حبيت ان انا اعمله مع بطاطس محمره وسلطه طحينه، يعني هناكلها يعني اكله سمك بس بشكل ايه مختلف شويه. طب التتبيله بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن معلقتين حلوين كده من الثوم المفروم، 3 قرون من الفلفل الاحمر وقرن فلفل اخضر. حطيت معاها نص حزمه من البقدونس، بس هاخد الورق اللي تحت بس، تاخديش العيدان السميكه اللي فوق. واحط عليهم ملح وكمون وكزبره وبابريكا وكركم وكاري. معانا كده دي بهارات سمك. هحط كمان لو عندك بهارات سمك حطي نص معلقه صغيره، ما عندكيش حطي نص معلقه او ربع معلقه صغيره من البهارات السبعه. حطيت معاها ربع كوبايه من الخل وعصير ليمونه او ليمونتين براحتك. عصرتهم كلهم في الخلاط، ضربتها في الخلاط. حضرت بقى السمك بتاعي، تبلته وهسيبه عقبال ما اقشر شويه البطاطس اللي انا هحمرهم. هيكون السمك شرب التتبيله. السمك عامه ما بيحبش يقعد كتير في التتبيله. حطيت الدقيق بتاعي وبهرته برضو شويه ملح وشويه كاري وكركم وكمون وكزبره. قلبتهم وحضرت معايا بوله كده فيها ميه ساقعه، ميه ساقعه جايباها من التلاجة. هاخد السمك بتاعي على الدقيق بتتبيلته كده زي ما هو على الدقيق، وبعدين هنفضه كده بالشوكة وهنزل بيه لحظة كده سريعة في المية الساقعة، وبعدين هرجع بيه تاني على الدقيق. ويلا بسرعة على الزيت، يعني من دي لدي للزيت على طول. دقيق مية دقيق تاني وبعدين على الزيت. طيب انا كنت عملته معاكم قبل كده، بس عملت له ربيت له كده الدقيق، عملت له عجينه شبه عجينه القرنبيط. بس انا بحب ايه، يعني لما اعمل معاكم وصفه نفس الوصفه مرتين، مش كل مره هعملها بنفس الطريقه. وصدقوني النتيجه تحفه، ولو جربتوها ان شاء الله هتتبسطوا عليها باذن الله. فادي البطاطس بتاعتي كنت قشرتها وقطعتها واتغسلت وتمام. بس عشان اكسب وقت حطيت الاتنين طاسه كده، بحيث ان انا اشتغل في الايه، الاكل كله ويخلص ويكون سخن كله مع بعضه. السمك بتاعنا التتبيله ريحتها تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. طيب في حاجه بقى، الزيت ده اللي انا بحمر فيه السمك ده كان كنت مستخدماه، كنت عامله فيه بطاطس وبتنجان، فخلاص رحلته بقى للسمك. ولما جيت اعمل البطاطس طلعت لها او حطيت لها زيت تاني جديد ونضيف. يبقى انا كده ايه، مش عايزه احمل عليكم استهلاك زيت كتير في يوم واحد. لا خلاص، انت عندك زيت اوريدي مستعملاه في الطاسه، فهنعمل بيه السمك. وبعدين هو مش مطرحه لا كبده مثلا ولا فراخ ولا اي حاجه، لا ده مطرحه بطاطس وبتنجان، يعني حاجه عاديه خالص. خلصت السمك الفيليه بتاعي، وانا كنت مقطعاه كده ايه بالطول. بصوا شكله عامل زي ما يكون مثلا كنتاكي، زي ما يكون صدور فراخ، مش شكل يعني اللي يشوفه كده مش يقول سمك. على فكرة كان مقرمش وجميل. انا بحاول تكتك لكم عليه كده بصباعي، بس ايه طبعا انا كاتمه الصوت فمش هتسمعوا الصوت بتاع القرمشه. بس للامانه ده ما يقعدش فتره طويله، يعني ده عاوز يطلع كده سخن على طول على الطبليه او السفره بتاعتك ويتاكل على طول في ساعتها. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. البطاطس اليومين دول في السوق تحفه. سعرها رخيص، 6.5 الكيلو، يعني كيلو ونص بالعشرة. وفي نفس الوقت كمان هي بتطلع مقرمشة وجميلة.
يعني الموسم بتاعها دلوقتي حلو جدا، استغلوه. سمك المكرونة عملته بنفس الطريقة، دقيق مية ساقعة دقيق تاني. اتبقى معايا شوية، محبتش ان انا اقليه كله عشان اللي هيبرد يعني، هرجع اسخنه بس هسخنه بقى في الفرن، يعني هسخن الطبق اللي هيتبقى لو هو مقلي هسخنه في الفرن، او لو عندك مايكرويف يبقى تمام. مش هرجع احطه في زيت بقى لان هيشرب زيت وهيبقى مش حاجة حلوة خالص. معايا بقى ايه، شوية من الطحينة، حطيت ملح كمون كزبرة شطة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر. ربيت ده كله كده، وكمان عصرت عليها نص ليمونة ومعلقتين خل، وزودتها مية حبة بحبة. طحينة جاهزة، والاكل بتاعي كله طلع. قلت كام قرن فلفل، والريحة بقى مش قادرة اقول لكم قلبت الدنيا، كانت حلوة قوي قوي. اتمنى تجربوها وتعجبكم، بألف هنا.